مجموعة الموت، هل ستتأهل اليمن من أمام اليابان؟ وكيف النظام الجديد للتأهل؟ كل هذا ستعرفه في هذا الفيديو، تابع للأخير. أسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني الناشئين تحت 20 عاما في المجموعة السابعة إلى جانب اليابان والكويت وكمبوديا، وستقام مباريات المجموعة في كمبوديا خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 6 من سبتمبر 2026. لكن السؤال الأهم، كيف نظام البطولة وكيف التأهل؟ فتعال قل له نشرح نظام البطولة في التفصيل. الاتحاد الآسيوي اعتمد نظام جديد في التصفيات، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 8 مجموعات، ويتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في الصين متصدر كل مجموعة. ليس هذا وحسب، بل ستتأهل أفضل 7 منتخبات تحصل على المركز الثاني. أما عن المنتخبات التي ستنتهي التصفيات في المراكز الأخيرة داخل مجموعاتها، هل ستغادر؟ لا والله، في نظام جديد، فستهبط إلى ما يسمى في مرحلة التطوير النسخة القادمة، وهي بطولة خاصة للمنتخبات الأقل تصنيفا. مرحلة التطوير هذه تضم 3 مجموعات يتأهل منها فقط المتصدر والوصيف للعودة إلى التصفيات الرئيسية مستقبلا. أما عن منتخبنا الوطني، هل سيتأهل؟ مهمة منتخبنا الوطني لن تكون سهلة، خصوصا بوجود اليابان أحد أقوى منتخبات آسيا، بالإضافة إلى الكويت صاحب الكرة المتطورة حاليا. مع المنتخب الثالث الذي سيواجهه منتخبنا كمبوديا سيلعب على أرضه وبين جماهيره. الحين أكيد عرفتم ليش منتخبنا مهمته صعبة وليست سهلة، ولكن منتخبنا الوطني دائما معروف بالروح القتالية والقدرة على مفاجأة الجميع. السؤال الأخير، هل برأيك يستطيع شباب اليمن تحقيق التأهل إلى كأس آسيا الصين 2027؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. وقبل الختام، أكيد لا تنسوا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. كان محدثكم سلمان الحميدي، وإلى اللقاء في فيديو آخر عن أخبار الرياضة. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.